حكاية صاحبي ربنا يرحمه، بريء ودخل السجن بالظلم والعافية. اسمع بداية الحكاية. دورة كل ظالم نهاية والكل خيل كافية. كان راجع من شغله متأخرة الساعة، راجل وليه كرامة في دنيا خداعة. قاموا نزلوه في كمين وبعينه كان شايف، ما كانش ليه في الشمال، واقف ومش خايف. وقف قصاد ظابط في عينه ظلم وغل. قام قال له يا روح امك قرب عليا وهل. والظابط شاف نفسه باشا عادي يهين ويذل، ما قبلش الشتيمة على امه، ومن الغضب رده للشتيمة. والظابط فاكر انه فوق البشر. ازاي واحد من الشعب يقل ليه القيمة؟ خدوا على الجسم بتاعه وهناك لبسوا قضية. كان شايفه شاب فقير، هو الفقير له هدية 3 أيام في النيابة وبعدها على المحكمة. الضابط عشان ابن ناقصة قال ده كلب واترمى، وشهد عليه في النيابة وخلى القضية محكمة. والداخلية دي غريبة، فيها ضباط ولاد ناس وفيها ناس ما تطيقهمش لكن تطيق العمل. وقف البريء قصاد القاضي، والقاضي بص بعين القانون وقال له الظلم جالي وانا راضي، لكن مدام هتخان هخون. اسمعني يا حضرة القاضي وسيبنا اخلص كل كلامي. المر كتير انا شربته والفرحة ما زارش ايامي. انا مش محتاج للمحامي، انا مش هدافع عن نفسي. القضية عارف انها هشيلها كأنها حاجة من لبسي. انا كنت راضي بالقليل وعلى الدنيا كنت بتحايل. الحمل كان بيميل وبرضه كنت شايل. بكى بعينه الحزينة وقال للقاضي قلبي اتجرح، شجر الفرح موتوه وشجر المرار اللي طرح. في الناس يا سيادة القاضي القلوب بقت جحدة، بيعلمونا البكا حتى في وقت الفرح. مش هقول لك انا كنت صايع ولا كنت ضايع، لا، انا الحمد لله عايش مستور. بس يا باشا مكسور، مرة جواز ومرة حياة، وعيني مش شايفة في نخر السور. في وسط النور ما بشوفش النور، وبقيت عايز زي الطور مربوط في ساقية. روح حزينة مشتاقة بتطلب بس مش لاقية. حسيت ان جنتي في الدنيا بس، وعارفها زايلة مش باقي. يا باشا عشتنا بقيت على القهاوي ما بنعرفش طريق الجوامع، ويا ما سمعت 1000 أذان وبعمل إني مش سامع. ودني بتقبل صوت الأغاني أكتر من القرآن.
الشباب شاب والعمار قل، واخرنا نعيش بضحكة خايبة نضحك غيرنا ونشيل الهموم وحده. وانا دلوقتي في قفص الظلم غصب عني بعلي الصوت. اصل السجن عند الفقير بيبقى زيه زي الموت. يا باشا انت واللي شبهك خليته اكبر حلم لينا هو الجواز وبس. ازاي عايزني افكر وانفع بلدي وانا كل ما اخرج من دين انزل في غيره؟ المستقبل بيجي في عيني النهارده وخلاص. بص له في عين البكا وقال لي شوف يا كريم، امشيها جنب الحيط وبات مع المظاليم. فقير يدوق مرار والباشا يدوق نعيم. قول لأهلي ما يزعلوش لو عملت ما اعرفهمش. زمان كنت اشرفهم دلوقتي ما شرفهمش. وسط اخويا كريم وقول له اوعى يداس. قول لاخوك عاش راجل وشرب القاسية في كاس. علي صوتك وقول لحبيبتي الفقر ده سجن بيميز. كان نفسي تكون مراتي واكمل ونتجوز. بلاش تسمي ابنك في يوم على اسمي، ده انا اللي ظلم زاد وداق الوجع جسمي. دي حقيقة ما انكرهاش، بدل ما اعيش بتعاش. والفرحة لسه ما جاش والظلم بيجي رسمي. وصل حكاية اخوك لكل واحد في البلد. قول لهم شهادة موته كتبوها في يوم ما اتولد. قول لهم عشان فقير اتداس عليه واتجلد. انا خلصت كلامي، بس قبل ما تحكم عليا يا قاضي ما تعاتبنيش. لو فجرت واتفجرت، لو نهبت، لو قتلت، لو سرقت، لو في الغلط مشيت، ما الظلم زاد فوق دماغي وغصب عني اتنيت. وطعم الظلم مفيش امر منه مرار، وانا مغصوب ده مش بيدي وغصب عني مش بختار. انا رب عالم بيا، ده خالق ليل في اخره نهار وخالق جنة فيها نعيم وقوم الظلم ليهم نار. سامحني يا رب على قولي، يا دنيا عنيدة ما تقولي مين عبدك ومين سيدك. ظلمتيني وعرفاني انا مش عبد انا سيدك. رضيتي مر وضحكتي وظلمي كتبوا قلم ايدك. عبيد القوم بقيوا اسياد واسيادك بقيوا عبيدك. تعال كل واحد وقف جنب الفقير عشان فقير. الفقير اللي ملوش ظهر من اهل الدنيا بيبقى ظهره خالق الدنيا. في نهاية الكلام انا بلدي قرية تنوف، مركز درمواس، محافظة المنيا الصعيد، واسمي كريم البنا، وصفحة على الفيس باسم كريم البنا. الله يرحمك يا صاحبي، كان نفسي تحضر فرح.